مرحبا بكم من جديد في برنامجكم زوم موطو اللي غنهضروا فيه اليوم على جديد السيارات الكهربائيه في معرض CES في لاس فيغاس. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم احدث العروض والتخفيضات. العلامه التجاريه BMW كشفت على سياره فريده من نوعها مزوده باخر التقنيات الحديثه. iVision D اللي كتعني Digital Emotional Experience هو اسم هاد السياره اللي الهدف منها هو خلق رابط قوي بينها وبين السائق ديالها. هاد السيارة كتعتمد على سيناريو ترحيبي مع مؤثرات ضوئية وصوتية، وكتقدر حتى تتكلم مع الأشخاص حسب الحالة المزاجية ديالهم من خلال المصابيح الأمامية. في داخل السيارة iVision D كتعرض جميع المعلومات والبيانات عبر شاشة افتراضية على طول الزجاج الأمامي، ومن فوق هادشي كامل هاد الطوموبيل كتقدر تبدل اللون ديالها لما يصل 32 لون. أما بخصوص ستيل ديالها فكيفكرنا في سيارات البرلين الريترو اللي كتميز بها BMW. وانتوما شنو بان لكم في هاد السيارة؟ والخبر الثاني ديالنا اليوم هو ظهور السياره الالمانيه فولكس فاغن اي 7 في نفس المعرض، ولكن الصانع الالماني هذه المره بخل علينا في بزاف ديال التفاصيل بحيث قام باخفاء جميع ملامح السياره. اي 7 اللي جاب من مخرج الاي 3 اي 4 اي 5 اللي لما كيبان من خلال الصور انه مستوحى من تصاميم باقي المجموعه، ولكن هذا الاصدار هو الاكثر تطور من بينهم بحيث كتقدر تمشي 700 كيلومتر غير بشحنه واحده. بالنسبه للمقصوره فكتميز بشاشه ديناميكيه 15 بوص في المنتصف، تكييف جد متطور، وكذلك برنامج ذكي للاوامر الصوتيه. فولكس فاغن غادي تكشف على اي 7 كليا في منتصف سنه 2023. وباش نطوروا اكثر المحتوى السيارات دير جيم وبارطاجي مع صحابك.